سنتحدث في هذا الفيديو عن جدول مباريات منتخبنا الوطني للناشئين منتخب اليمن في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان. سيلعب منتخبنا الوطني مباراتين خلال هذه البطولة ستكون أو ستبدأ بشهر سبتمبر إن شاء الله، ابتداء من الشهر القادم، ابتداء من تاريخ 2 من الشهر القادم إن شاء الله شهر سبتمبر، وحتى 11 من الشهر نفسه. منتخبنا الوطني سيلعب إلى جانب المنتخب السعودي وأيضا إلى جانب المنتخب العماني. المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني مثل ما هو ظاهر أمامكم لمنتخبنا الوطني للناشئين ستكون ضد المنتخب العماني إن شاء الله يوم 2 من الشهر القادم شهر سبتمبر إن شاء الله، يوم الاثنين الساعة 5 عصرا بتوقيت مكة وأيضا بتوقيت اليمن، نفس التوقيت، ما بش أي اختلاف بين توقيت مكة وتوقيت اليمن. هذا موعد المباراة الأولى. المباراة الثانية إن شاء الله ستجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب السعودي بتاريخ 6 من الشهر نفسه من شهر سبتمبر إن شاء الله، يوم الجمعة الساعة 4 عصرا. أما عن القنوات الناقلة لهذه المباريات فالكثير من القنوات ستقوم بنقل هذه البطولة مفتوحة ومتاحة للجميع. أما عن آخر تحضيرات منتخبنا الوطني للناشئين فمنتخبنا الوطني حاليا يقيم في المكلا ويلعب بعض المباريات الودية استعدادا لهذه البطولة. هذا كل ما كان لدينا في هذا الفيديو. تحدثنا عن جدول مباراة منتخبنا الوطني بشكل مختصر، وإن شاء الله مستمرين معكم في تغطيتنا الخاصة لمنتخباتنا الوطنية مثل ما تكلمت في الفيديوهات السابقة. تحياتي لكم جميعا.